اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. مرحبا بكم في القناة. اليوم غنصوبوا مع بعضنا البعض بسطيلة مالحة بالدجاج والكروفيت، وصفة راقية وبنينة ومقرمشة ومناسبة للعزومات والمناسبات. تبعي معايا المراحل خطوة بخطوة باش تجيك ناجحة من أول مرة. بسم الله على بركة الله. كنشدو الدجاجة من الدجاج، أنا خديت غير الطريفات ديالو، داك الصدر خديتو وقطعتو مزيان وغسلتو، وخديت معاه حتى الكروفيت على حساب نتيا الكونتيتي اللي بغيتي. انا درت جوج بسطيلات موين، ماشي صغار ماشي كبار. ناخدو بصيله كنقطعوها، كنديروها شويه ديال الزيت، كنخليوها تشحر مزيان. حتى تشحر عاد كنحطو عليه الدجاج والكروفيت، كنخليهم حتى هما يتشحروا، ومن بعد كنديرو ليهم القوام. كندير ليه زيت ليه الزيت مازال، زيت ليه التوابل، الملح، ابزار، اسكنجبيل، خرقوم بلدي. درت لهم شويه ديال الهريسه عزيزه عليا انا، كتجي بنه، راه النكهه ديالو كتجي فيها ديك النكهه زوينه، غير ما تكتريش، غير شويه. ودرت المانوس. داك المانوس انا راه طحنت معاه الثومه، داكشي علاش ما درتهاش. وكنشحروا هاد القوام كاملين، ودرت ليهم حتى لاصوص صوجا. كنشحروا هاد الشيء كامل، هاد القوام كامل نشحروهم مزيان، وشويه العافيه ما تكونش منخفضه ولا مرتفعه، بين وبين متوسطه. وكنخلي يتشحر مزيان حتى نخليو داكشي كيطيب على مهلو حتى يطلق الذوق ديالها. من بعد ما طاب بدا كيطيب ليا الدجاج والكروفيت، حيت دغيا تقريبا كيطيبوا هما. ودرت ليهم حتى شويه ديال الخل، انا كندير لهم وعصرت ليهم حتى شويه ديال الحامض، شويه ديال الخل، تقريبا ملعقه صغيره ديال الخل ونص حامضه هكاك. ومن بعد مشيت للشعريه رطبتها، درت ليها الماء سخون. انا درت هنايا باكيه وواحد نص باكيه، غير واحد طريف، وخليتهم يرقدوا في داك الماء. ومن بعد ملي طابت شويه طلقات، قطعتها شويه بشويه، ومشيت ديك التشرموله ضيفت ليها الزيتون مقطع دوائر. صافي ملي طاب ديك لاصوص مشيت كثرت داك لاصوص حتى نشوف واش فيه، ياك ما فيه داك الليدام، حيت ديك الليدام كيقطع البسطيله. وصافي ما كاينش فيه. وخديت الشعريه خلطهم كاملين، كتخلطهم مزيان يتجانسوا مزيان مع بعض. يعني التخليطه هنايا خصك تخلطي مزيان وتذوقي ديك الساعه، ياك ما خصت الا بغيتي تضيفي الهريسه، الا بغيتي تضيفي الملح على حساب، الا خصاتك، الا ما بغيتيش على حسابي. انا ما ضفتش الهريسه، ضفت ليها غير شويه حيت كتعجبني. وبالنسبه للملح راه مزيان حيت درت ليه الحامض، ودرت ليه شويه الخل جا مناسب. وصافي مشيت هنايا ديريكتومون للورقه. هنايا كنستف الورقه وحده بوحده، كنبداو نرصوا الورقه وكندير ليها انايا غير الزيت. الا بغيتي كديري ليه الزبده، انا ما درتش ليه الزبده، كندير ليه غير الزيت. درت ورقه على ورقه على ورقه، هنايا راه كتشوفوا المراحل. وصافي خديت الشعريه، ملي استفت ديك الورقه، ملي درت ليها الزيت واستفتها، مشيت كناخذ الشعريه. انا خديت واحد الطبسيل باش يعاونني على التعمار ديال البسطيله، باش يجي الشكل مناسب. ضروري شي الطبسيل يكون غارق شويه باش البسطيله تكون عامره، باش حتى تعاونك ملي كتجمعيها. وصافي جمعتها. كندير ليها انايا ملي كنجمع الورقه ديال البسطيله كندير ليها دقيق، الماء مع الدقيق، ولا في الاخر الا بغيتي الماء والدقيق تجمعيها. الا عندك البيض ديريها ليه، انا ما درتش ليه البيض، درت غير الماء والدقيق وجمعتهم. وصافي ملي جمعتهم الحشوه نشدوها مزيان باش
باش البسطيله تكون مجموعه باش ما تقطع، يعني حاولوا تجمعوها مزيان وتكوروها وصافي. حطيتها على جنب وصوبت الثانيه حتى هي بحالها تقريبا، غير هادي عمره على هادي على حسب الحشوه. هذيك الاولى عمرتها بزاف حيت استعملت ديك التبصيله الغارقه شويه، والثانيه درت ديك التبصيله بين وبين، يعني ما غارقه ما والو، يعني بين وبين. ايوا صافي. هنا ملي جمعتهم، غير ملي كنقلبوا البسطيله يعني خصنا نكونوا بحذر، حيت ملي كتعمري البسطيله كنقلبوا البسطيله بحذر باش ما تفرقعش، يعني ما تقطعش. ومن الفوق بقاو كتزيدوا ورقه ولا جوج. انا درت واحده هنا يعني تقريبا 3 اللي درت، والرابعه درتها ملي ساليت كاملين، يعني تقريبا ملي جمعت باش نجمعها كاملين باش ما تقطعش. حتى ملي كطيب في الفران راه ما غاديش تقطع لك ما والو، ما تخافي. كنمسحوها مزيان، كندير لها شويه ديال الزيت، ومن بعد ملي كنجمعوها كندير لها شويه ديال التقيبات بالكوطو باش ما تفرقعش لينا في الفران. وكناخذوا بيضه كندهنوا ليها بالشيده، كندهنوا البسطيله بالبيضه مزيان باش يجي داك اللون الذهبي زوين، وحتى كتعطي داك البيضه راه كتعطي داك القرمشه زوينه. كنخليوها في الفران حتى تحمر، حتى تحصل على اللون الذهبي. وغير بهذه الطريقه راه كتجي بسطيله مشدوده مورقه وما كتفتحش لا في الطياب لا والو، وكتجي زوينه وبنينه. وغتشوفوا النتيجه النهائيه ها هي قدامكم، جات زوينه فنه تبارك الله ما شاء الله، جاو زوينين. هذه زوقتها كلهم زوقتهم بالسكر كلاصي وبشويه ديال القرفه. وهذه غير ضفت ليها جوج حامضات، ودرت مع عليه شويه ديال البافو على حسب بالنسبه ديكوراسيون اللي عندك، يعني اللي عندك استعمليه، الا يعني اللي عندك في الدار بلا ما تكلفي راسك. وها انت يا لاله واش جايب بصيله مالحه بالدجاج وكروفيت مقرمشه من برا ومعمره وبنينه من الداخل. نتمنى تكون الوصفه عجباتكم وسهله عليكم. الا جربتوها قولوها لي في التعليق كيف جاتكم، وما تنسوش ليا باللايك باش تشجعوني، والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد ديالي. ونخليكم مع الله بالصحه والراحه، وشكرا.